حلوين وحشتوني جدا. النهارده جايه لكم بوصفه بقى اقتصاديه هتدعوا لي عليها. طبعا احنا الطحينه شفنا الطحينه واسعار الطحينه بقت عاليه ازاي، ومش ملاحقين نجيب فطار ولا نجيب سحور ولا نعمل ايه بالظبط. فالنهارده جايه لكم فكره جدا انا جربتها في بيتي وقلت انفع بيها غيري، بس قلت اجربها الاول في بيتي وبعد كده اقول لكم عليها. هنعمل النهارده الطحينه الكدابه. ايه يا سوما، ده احنا في شهر رمضان هتكدبي؟ لا، هنعمل الطحينه الكدابه مش هنكدب. يعني ايه الطحينه الكدابه؟ يعني نعمل طحينه عامله نفسها طحينه. طب ازاي؟ مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا. أول خطوة في مكوناتنا هي مية سخنة والعيش من ده. بصي أنا عايش عشان احنا في اسكندرية، العيش بتاعنا شبه الشامي شوية. طب انتي لو انتي عايشة في أي في محافظة في أي دنيا في أي حتة في الدنيا ما فيهاش العيش ده، هتعملي ايه؟ هتجيبي العيش الشامي. عارفة العيش الشامي؟ هتجيبي العيش الشامي. أنا هنا معايا رغيفين. هبتدي أجيب البولة بتاعتي كده، أحط فيها المية بتاعتي حوالي كوباية مية سخنة، لازم سخنة، لازم سخنة، ما ينفعش غير تكون سخنة. وهبتدي افت فيها العيش او احط فيها العيش بالطريقة دي اهو زي ما انت شايفة. افت فيها العيش كله. كل سنة وانتم طيبين. اذكروا الله كده. اتمنى لكم يا رب صوما مقبولا وافطارا شهيا. انا بعمل لكم والله الوصفة دي قبل ما اعمل فطار. احنا النهارده عاملين شاورما فعايزين طحينة، فاسعار الطحينة بقت عالية جدا، فانا مش ملاحقة صراحة، فقلت لهم انا هعمل لكم اجمل طحينة وهتدعوا لي عليها. بصوا اهو زي ما انتم شايفين. بليت انا هنا عامله رغيفين عشان عايزه كميه كبيره، يعني محتاجاها عشان الوصفه بتاعتي. اهو هسيبهم بقى لحد ما يبوشوا خالص ونرجع لهم. بقى خلاص بصوا هنا العيش بتاعي باش خالص في الميه اهو زي ما انت شايفه. جبت بقى هنعمل بقى الخطوات العاديه بتاعت اي طحينه، بس اول حاجه هجيب بس الخلاط واجيب الخلاط الحلو بتاعنا. حطيت فيه الخليط بتاعنا بتاع العيش والميه، بس اهم حاجه تكون الميه دافيه او سخنه. هنعمل بقى نفس الخطوات اللي بنعملها في اي طحينه. معانا هنا توم انا فرياه كده مع قرن فلفل، هحط جزء منه. بصي بقى التوابل بتاعتنا العاديه هنا، تعالى كده. معانا هنا شطة، معايا بصل بودرة، معايا فلفل اسود، معايا توم بودرة، معايا كمون، معايا بابريكا. عايزة اقول لكم شركة جولدن فودز دي كانت عاملة عرض حلو قوي قبل رمضان، ان انت بتاخدي 10 قطع علب، كل علبة 50 جرام تقريبا. ما شاء الله، يعني كانت عاملة عرض العشر قطع أو العشر علب 50 جرام ب100 جنيه. فالعرض كده كان حلو جدا، فجبت قلت ايه ينفعني عشان شهر رمضان. أنا هنا وهنا معانا طبعا الليمون بتاعنا. أحط من كل حاجة معلقة صغيرة، بسم الله. أهو شطة، مش هحط كتير عشان الولاد. وهحط توم بصل بودرة يطلع كده بس شوية أهو. حبة كمان. صلي على النبي كده وانت قاعده واذكري الله، وانزلي اعملي تعليق حلو كده ودعوه حلوه ليكي ليا ولك بالمثل ان شاء الله يزيد. وترحموا على امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا جماعه، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. وبلغنا واياكم ليله القدر باذن الله، ويجعل ليكم ولينا دعوات مقبوله. هنا احط توم بودره اهو، كترت شويه عشان ده التوم يعني هو اساس وروح الطحينه زي ما احنا عارفين التوم. واحط كمون. العرض ده حلو يا جماعه، اللي عايز العرض بتاعت الشركة. انا مش هكتر كمان، مش بحبه قوي يعني، مش اللي عايز عرض الشركة يقول لي وانا ابعت له اللينك بتاع الشركة او الرابط بتاع الشركة. واحط بقى ايه عيش المعشوق اللي بحبها قوي ما بستغناش عنها في كل اكلاتي، بابريكا اهو. بس كده هضرب بقى الخليط ده. بس نسيت اقول لكم هنحط الليمون وطبعا الزيت بتاعنا. احط الليمون بسم الله، ليمونتين بقى 3 زي ما انت بتحبي اهو. نحط التانية بسم الله. وعشان فقرة الدوشة هروح اضرب الطحينة وارجع لك تاني. ونسيت اقول لكم ان انا هنا حطيت الزيت بتاعي حوالي ربع كوباية زيت، ربع كوباية زيت يا جماعة عشان نخليها غنية يعني. انا هنا استخدمت زيت الزيتون. عندك اي زيت تاني بس ما يكونش زيت التموين حطي منه. وطبعا حطيت الملح وما كانش في المقادير بس انا نسيت اقول لكم. هضربهم بقى وارجع لكم. قوام الطحينة بتاعتي ما شاء الله اهو، ولسه كمان لما تتساب وتتحط في التلاجة بتتقل اكتر اهو.
يعني تقدري بقى تستخدميه على الفول بتاعك، تقدري تستخدميه على اي اطعمه انت بتاكليها، تحطيها جنب المشويات، تستخدميها جنب اي اكل. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم مبسوطين، كل سنه وانتم دايما لربنا اقرب. دي كانت فكرتي النهارده، ودي طريقتي النهارده في عمل الطحينه البيتي. عايزه اقولك ان هي بالعيش الشامي هتبقى احلى واحلى. انا استخدمت العيش اللي عندي متوفر عشان ما اكلفش نفسي، لكن انت لو عملتيها بالعيش الشامي هتبقى احلى من العيش ده. آه اللهم صل على سيدنا محمد. تنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي وتدعوا لنا دعوة حلوة، واتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. ما تنسوش تترحموا على ابي واموات المسلمين اجمعين. بحبكم جدا في الله، واشوفكم في وصفة جديدة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. سلام.